السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء مبادرة تعالى دمياط في كل مكان. عبد أسامة الزيات، أهلا بحضراتكم جميعا. النهارده شرفوني من مدينة القاهرة من شبرا أم محمود الست الكبارة من وش السماحة، وأم هبة أنا ما بغيرش عنها في السماحة. عايز آخد رأيهم قدامكم عن مبادرة تعالى دمياط ومصداقيتنا. ست الكل دي بتقول لي أنا عارفاك يا عبدو من أول فيديو، تقول لي يا ماما أنا قلت رايحة دمياط على اسمك وعلى اسمك. احنا جايين والله النهارده على السمعه الطيبه، وجايين على الفيديوهات اللي انت كنت بتعملها. بصراحه لقينا مصداقيه جامده يعني في التعامل، الحمد لله، في الاسعار، وحاجه نظيفه وكويسه. ربنا يبارك لك يا رب في اولادك يا رب. الله يبارك. حاسه يا ماما انت مرتاحه في نفسيتك؟ والله الحمد لله. الحمد لله بامانه والله الحمد لله. هروح لمؤادة وهرجع لك تاني. مؤادة، نعم. لما ام محمود قالت لك عبده والنت وحمستك، ايوه، لما جيتي بقى وشفتي على الطبيعه، لا قولي فعلا. للناس رايك بما يرضي ضميرك. لا والله فعلا حاجة نظيفة جدا وحاجة جميلة وأسعار حلوة وخشب جميل جميل والله. هلا وأنا الحمد لله من فضل الله جبنا يعني خدنا قبل كده. جايبين قبل كده وعارفين. طيب. بس عجبنا هنا عندك فعلا لله. حاجة كويسة. طيب هسألكم، انتوا بتقولوا اشتريتوا قبل كده، حسيتوا ان في بالنسبه لنا مصداقيه في حته السعر؟ يعني قلبنا على الشباب مثلا، ولا بننطق اسعار لا وخلاص؟ لا بصراحه انت كده قلبك على كل الشباب، وانت بتعرض الحاجه فعلا بنفس الثمن اللي بتعرضه، بنيجي بنلاقيها هي. طيب حسيتي ان انت ربنا يبارك لك يا رب. مرضيه ومبسوطه؟ ولا الحمد حاسة لله بنفسك والله أي حاجة؟ الحمد لله. بامانه. لا والله الحمد لله. ام هذا نعم. بامانه نفسيتك مرتاحه؟ حاسه ان خدتي لولادكم حاجه حلوه؟ الحمد لله من طيب فضل الله. بما انك بتيجي دمياط كتير او اشتريتي من دمياط اكتر من مره، أيوة. حسيتي ان فكره المبادره دي فعلا في صف الشباب، وفعلا عبده قلبه على الناس وقلبه على بلده، ولا انت حسيتي ايه؟ لا فعلا حقيقي فعلا قلبك على الشباب. بامانه. والله. طيب دوري لي بعد اذنك بكل امانه، انت هتقابلي ربنا، دوري لي على اي سلبيات عندنا عشان نحاول نعالجها. لا والله الحمد لله انا اتفرجت وكده، والعروض بتاعتكم عجبتني، وانا اخدت على ما لقيتيش سلبيات؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله والله. احنا حتى جينا من غير اتفاق حتى ولا اتصال بالتليفون، احنا اتصلنا بيه واتصلوا قبل ما تيجوا، وجينا مفاجأة بصراحة حصل النهارده. والله حصل. ده جينا مفاجأة من غير ما نتصل، وكنا ماشيين كمان. احنا كنا جينا رايحين. لقيناه والله في ميعاد متأخر، الساعة كام؟ وقف معانا بصراحة. ربنا يبارك له في ولاده يا رب وفي صحته. والله يا جماعه، والله يا جماعه، الناس دي في دمياط من صباحيه ربنا. يلا الحمد حاولوا لله. يدوروا على طلبهم وكلموني بعد صلاه العشاء. انتوا عارفين ان انا بنبه على كل العملاء يكلمونا قبلها بيوم او بيومين، يعني صباح علينا سبت مكلمني 3 عملاء، انا مش عارف اراضي مين واراضي مين واراضي مين. فالله المستعان يا جماعه، اللي عايز يجي لنا يكلمنا بس قبلها بيوم، ما يتدلعش زي الطيبين دول يكلمونا بعد صلاه بصراحة العشاء. عشمنا جامد وطلع عشمنا والله في محل. دوري لي على قلب اي سلبيات. لا والله كفايه ذوق، كل انتوا اصلا بتبقوا قافلين يوم الجمعه، والله. واللي انتوا جيتوا فتحتوا لنا ووريتونا وعجبنا ربنا واشترينا. يجيب المعروف. الحمد لله. بس انا ربنا مش عامل يخليك والله، ويجعلها فتحة خير كده، ونجيب كل شغلنا من عندكم ان شاء الله. حضرتك اللي عليك الدور تشرفنا في مبادره تعالى دمياط عشان تجرب المصداقيه على ارض الواقع، او حضرتك اللي عليك الدور تطلب شغلك يوصل لك لحد باب البيت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.